مواطن جزائري يتدخل في الوقت المناسب وينقذ فتاة بعدما أراد مجموعة من الشباب الاعتداء عليها. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. خفيف ظريف في محل التجاري هذا الصباح وأنا أمارس تجارة، فإذا بفتاة على بعد من الطريق كما راكم تشوفوا ليه، من الطريق ليه وراها دو جون دي كاباري فايتين امتر 80، هي تمشي هما وراها، هي تمشي وانا وراها وانا الروماركي. وبعدين عن بالي الحدث عاد في الى انه زادوا مشاو واش اسمح لي الحاج، زاد مشات شويه زادوا تبعوا. تفضل الحاج. زاد مشات شويه تبعوها، انا قاعد نخزر فيهم. زاد مشات زادوا تبعوها، قلقوها طفله محترمه لاباس بها، لابسه لباس محترم، ماشي قال وحده تلبس محترم مش محترم، مش مشكل تاعنا. المهم لحقوها وانا نخزر فيهم منها، وبعد عطت نعيط. كي عيط هما ما داو فيا ما جابوا، زادوا تبعوها قلقوها. انا تقدمت ليها لقيتها تبكي ولات هي راحه للعمل، على حسب ما سقسيتها راحه للعمل تاعها، ولات تمشي هذه والدموع في عينيها. امراه محترمه كي يقول لكم فتاه محترمه تروح بين 20 25 حتى 30 تبكي. انا قررت في ذيك اللحظه نعيط للشرطه، بصح الوقت نعيط للشرطه هما كانوا يبروفوكيو فيها. عاودت ولات للدار، رحت ليها قلت لها واش بك اختي؟ لقيتها تبكي في حاله نفسيه يرثى لها. قلت لها واش بك؟ قالت لي هذوك زوج رجال عتاريس، مع احترام كلمه رجاله ما يحشموش هذونا. انا نقول لهم اذا كانوا يتبعوني في هذه اللحظه نقول لهم والله ما تحشموا، خاصيتهم ماشي كاع بنات الناس ونساء تاع الناس كاع خامجاته، ما نقولها لكم، وماشي كاع اللي لابس شلوار راجل، انا نقولها لكم. المهم من منبري هذا. والغاشي العاجب في الامر انه الغاشي كامل يتفرج، طفله تبكي وزوج يتبعوا فيها، حبوا يدوها بالاغريسيون، حبوا يدوها بالسيف، هي تبكي. عاود ولات كان حال العمل، مش عاد تخدم فوندوز في انفورماسيون جو سي با، على حسب الكلام تاعها كانت تهضر وتبكي ومتاثره. قلت لها حبسي يا بنت تبانيكيش. كنت معاود نركب مع احد السيارات، رفضت انا تركب مع السيارة، طبيعه الحال ما تركبش مع واحد. حبست لها واحد من الشباب تاعنا تاع احمد زبانه من الشجعان، قلت له روح معها لحقا للعمل تاعها وعرف مكان العمل تاعها، ولا عاودوا يرجعوا لك هذوك لي دو جون لي دو فوايو، تصرف معاهم باسكو نعرفوا بلي شجاع هذا الطفل. قلت له نتصرف معاها وعيط لي ونتخذوا معاهم الاجراءات. من منبري هذا ناشد الشعب والسكان تاع مدينه عين وسهله الرجال الفحوله ما زيدش يخلوا المظاهر هذه. الطفله كي يعود يتبعوا في هذا العباد المرخص مع احترام الناس اللي تسوى، ما تخلوش الشيء هذا يصراهم. كيما راهي الطفله هذه ممكن بنت فلانه تعود بنتك ومرتك واختك وامك، تقول لا ما نعودوش ساكتين الباطل الدرجه هذه. انا دخلت روحي بويح هما في زوج لي جون والناس قاعد تخزر فيها، لا حول ولا قوه. وثاني من منبر ناشد السلطات الامنيه انها تتحرك في امور كيما هذه، ما تخليش الحاله سايبه.